أحلى مسا على اخواتي الأهلاوية وحبايب قلبي. أنا عارف إن الفيديو ده جه متأخر والله غصب عني. هنتكلم النهاردة عن مجموعة نادي الأهلي. في فيديو نزل قبل دوت عن مجموعة نادي الزمالك اتكلمنا عليه أهو، توقعات السيناريو يعني. فهتكلم عن مجموعة نادي الأهلي كده. مجموعة سهلة زي مجموعة نادي الزمالك برضو. هي نادي الزمالك عنده ترجي هو أصعب فريق، هنيجي نبص الناحية التانية ناحية نادي الأهلي تلاقي صن داونز هو أصعب فريق. ممكن صن داونز أصعب من الترجي بشوية. صن داونز لا صعبة. فريق تقريبا السنة اللي فاتت خاصة أظن إن نادي صن داونز خاصة النادي الأهلي رايح جاي السنة اللي فاتت تقريبا. شيء صعب جدا صن داونز. بس تعال نقول مجموعة نادي الأهلي. نادي الأهلي، صن داونز، القطن الكاميروني، الهلال السوداني. الهلال السوداني مش هيكون منافس، أتوقع النادي الأهلي هيقدر يكسبه بسهولة. القطن الكاميروني فريق ضعيف جدا، فريق ما عندوش خبرات، ما عندوش عناصر كويسة. النادي الأهلي يقدر يكسبه إن شاء الله. نادي سان داونز عناصر موجودة جدا كويسة، خبرة موجودة. فسان داونز هيكون أصعب فريق للنادي الأهلي. بس في مميزة حلوة إن أنت أول ماتش ليك هيكون على أرضك اللي هو قصاد القطن الكاميروني في مصر، على استاد السلام أكيد من استاد النادي الأهلي. فده شيء مميز، أتمنى إن هو تستغل نقطة زي دي وتكسب البداية، تكسب أول ماتش ليك إن هو يكون على أرضك. يبقى شيء مميز. بعد كده تروح تقابل الهلال السوداني في السودان. بعد كده يكون عندك سان داونز برضو بره في بلدها. بعد كده يكون عندك سان داونز على أرضك. بعد كده القطن الكاميروني على أرضه. وبعد كده تيجي تاني مسيرتك زي الزمالك برضو على أرضك في مصر. أتمنى النادي الأهلي يصعد. مجموعته سهلة بس نقطتك الصعبة هي سان داونز. لو قدرت تعديها يبقى إن شاء الله تقدر تصعد من المجموعة دي مركز أول وأنت مغمى عينك إن شاء الله. أتمنى حاجة زي كده. وتيجي نتوقع كده سريعا مجموعة النادي الأهلي هتبقى عاملة ازاي يعني. السيناريو مين هيصعد والكلام ده. أتوقع النادي الأهلي هيصعد تاني. إن صن داونز شايفها قوية ممكن تخسر النادي الأهلي رايح جاي. فأنا شايف الأهلي هيصعد تاني، وصن داونز هيصعد، والزمالك هيصعد، والترجي هتصعد، والسيمبا هتصعد، وبيطلع اتلتيكو هتصعد، والرجاء والوداد هيصعدوا. 8 فرق. واشوف بعد كده مين هيوصل نص نهائي. ده توقع. انا مش بشم على كف ده واعرف، بس ده توقع يعني بتوقع معاكم. اللي هيصعد نص النهائي يكون الزمالك والاهلي وصن داونز والرجاء. من وجهة نظري. اما اللي يوصل النهائي اكيد اتمنى النادي الاهلي والزمالك، اكيد اتمنى الاهلي والزمالك. مش عشان حاجه بس اكيد اتمنى كده عشان خاطر في الاخر البطوله تروح في اراضي مصريه، ما تطلعش بره ارضنا وما تطلعش بره الوطن العربي يعني، بره مصر يعني بالظبط. اتمنى كده، واتمنى اللي يلعب احسن واللي يكون شكله افضل هو اللي يكسب البطوله، سواء نادي الزمالك او نادي الاهلي. لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.